بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. إلى كل المغاربة والمسلمين والعرب في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أود في هذا الفيديو أن أتقاسم معكم إخواني أخواتي رؤيتي الحقوقية بشأن الجريمة التي ارتكبت يوم عيد الأضحى المبارك في حق القرآن الكريم بترخيص من حكومة السويد. تزامنا مع الأعياد الدينية تستمر السلوكية الاستفزازية للمسلمين في البلدان الأوروبية بعدما وصل الأمر إلى تمزيق متطرف نسخة من المصحف الشريف وإضرام النار فيه عند مسجد ستوكهولم المركزي أمام أنظار الشرطة السويدية التي منحت الإذن بتنظيم الاحتجاج. خطوتنا دفعت بالمغرب بتعليمات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، واستدعاء سفير جلالة الملك بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى. بلغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر أنه تم التعبير للدبلوماسي السويدي خلال هذا الاستدعاء عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول. وأضاف البلاغ أن هذا العمل العدائي الغير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. ذات البلاغ خلص إلى أنه ومهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة، كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته إلى قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم. وكما لاحظتم مشاهدينا الكرام، فإن الفاعل رمى بالقرآن في الهواء لشريكه ثم داس عليه بقدمه عدة مرات ثم حرقه، وهي جريمة مركبة تشبه في بشاعتها التمثيل بجثة إنسان والعبث بها قصد الانتقام، مما جعل الدول العربية والإسلامية والغربية تدين هذه الجريمة. وبالتالي إذا كانت تركيا التي ترفض انضمام السويد إلى الناتو قد اكتفت باستدعاء السفير السويدي في أنقرة للتعبير عن إدانتها لحرق القرآن، فالسؤال هو: لماذا قام المغرب باستدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط يوم الأربعاء 29 يونيو 2023 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، وقام باستدعاء سفير جلالة الملك بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى، وهو إجراء قد يؤزم العلاقة بين بلدين كما حدث مؤخرا بين دولة العراق والسويد؟ سبق لزميلنا في المهنة الدكتور محمد منار السليمي مشكورا أن أجاب عن هذا السؤال بتوضيحه بشكل موجز لمفهوم إمارة المؤمنين في تراثنا الإسلامي. وتتمة لذلك سنكشف عن إمارة المؤمنين في تراثنا الديني السامي في ضوء علم مقارنة الأديان كما أسسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك اعتمادا على كتاب ألفناه من 4 أجزاء لا زال قيد الطبع. وعلى ضوئه سنحلل هذه القضية بشكل تركيبي وموجز في 4 نقاط. أولا، بقراءة في علم مقارنة الأديان يتضح أن إمارة المؤمنين لم تكن معروفة بهذا الاسم في العهد القديم، وإنما عرفت باسم آخر هو مملكة الله. ويعتبر العالم الألماني جوستاف دالمان أول من حدد مملكة الله لغويا، وقال إن المعنى الأساسي للكلمة العبرية والآرامية التي تترجم ملكوت هو سلطان الله وحكمه. أما اصطلاحا فمملكة الله في التوراة هي الدولة التي تحكم بشرع الله ويعيش فيها المؤمنون به وبكتبه وأنبيائه ويقتفون أثرهم. وقد ورد هذا المعنى مرة واحدة في التوراة في قوله: ومن بني
كلهم، لأن الرب رزقني بنين كثيرين. اختار سليمان ابني ليجلس على عرش ملك الرب على إسرائيل. كما وردت الكلمة عدة مرات في العهد الجديد، خاصة إنجيل مرقس ومتى ولوقا، باسم ملكوت الله وملكوت السماوات. والجدير بالذكر هو أن نبي الله إبراهيم عليه السلام هو من أسس مملكة الله عبر فترتين زمنيتين. الفترة الأولى عرضية، وفيها كشف عليه السلام عن أول مؤمنين في الأرض في تلك الفترة، بقوله لزوجته سارة عليه السلام: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. وهذا معناه أن إمارة المؤمنين نشأت مع نبي الله إبراهيم عليه السلام سامية عربية إسلامية. الفترة الثانية تصميمية تنفيذية، قرر فيها عليه السلام مواجهة قومه تارة بالحوار والبرهان لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وتارة بالسخرية بقوله: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فكان ردهم أن قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لكن الله عز وجل جعل النار بردا وسلامة عليه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد أسس إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام مملكة الله على 3 أسس. أولها بناء الكعبة في مكة المكرمة باعتبارها أحد أركان الإسلام 5 وهو الحج. وثانيها الدعوة للصلاة بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سورة إبراهيم الآية 37. وثالثها الأضحية التي تحولت فيما بعد إلى ثاني العيدين في الإسلام: عيد الفطر نهاية شهر رمضان، وعيد الأضحى في 10 من ذي الحجة بعد يوم من الوقوف بعرفة. وهنا نفهم لماذا قامت السويد بحماية حارق القرآن في عيد الأضحى لهذه السنة. وبعد النبي إبراهيم حاول موسى ويشوع وداود وسليمان ويحيى والمسيح عيسى بن مريم عليهم السلام المحافظة على مملكة الله، لكنهم فشلوا بسبب جحود بني إسرائيل، فانهارت مملكة الله التي كانت بمثابة مؤسسة خاصة تعنى بشؤون المؤمنين داخل حدود مملكة بني إسرائيل، لأنه لم يكن في تلك الفترة مؤمنون آخرون غير بني إسرائيل. وقد وضح الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد كيف انهارت مملكة الله عبر عدة مراحل. وبعد هجرته إلى المدينة بوحي من الله عز وجل، وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول دستور في التاريخ سنة 1 هجرية، نص في ديباجته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين، يعني اليهود والنصارى والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس. ثم أسس إمارة المؤمنين منهم وبهم ولهم، وجعلها مؤسسة إسلامية رسالتها عالمية، مساحتها معلومة، وروحيا أرض بلا حدود.
وهي وسطية معتدلة توفق في تدبير شؤونها بين السياسة والدين. وقد وضحنا حقيقة إمارة المؤمنين في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاني من كتابنا بكثير من التفصيل. وفيما يخص مشروعية إمارة المؤمنين في المغرب، قال صلى الله عليه وسلم: إن أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة. وهو تأكيد تحفيزي لتشجيع من يوكله الله تعالى مهمة الملك والإمارة على تحملها، لأنها ستكون بإذن الله إمارة ورحمة. ومن حيث الشرعية، يستمد الملوك العلويون شرعية إمارتهم وتثبيت مقر علميتها في المغرب من مرجعين: أولا انتماؤهم لآل البيت الشريف، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بها صراحة، فعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس انطلق فادع لي سيد العرب، يعني عليا. فقالت عائشة: ألست سيد العرب؟ فقال: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. فلما جاء علي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فأتوه، فقال: يا معشر الأنصار، ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هذا علي فأحبوه بحبي وكرموه بكرامتي، فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل. وأهم ما يميز إمارة المؤمنين في المغرب منذ نشأتها في ربيع الأول سنة 172 هجرية الموافق ليوم السبت 9 غشت 788 ميلادية أنها تقوم على 3 أسس. أولها ولاية العهد، وهي مؤسسة تم التنصيص عليها في وثيقة دستورية، وأهم ما توصلت إليه الأمة المغربية في هذه الوثيقة هو أنها طبقت منذ 1962 شرط أن يطلب الملك إلى العرش، لأن الذي أصبح وليا للعهد ثم ملكا وأميرا للمؤمنين فيما بعد لم يكن موجودا وجودا ماديا أثناء صياغة مشروع الدستور ولا خلال الاستفتاء عليه، وإنما كان موجودا في علم الله الأزلي مصداقا لقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام. لأن الأمير محمد بن الحسن العلوي لم يولد إلا يوم 21 غشت 1963، أي 8 أشهر و3 أيام بعد جريان العمل بأول دستور للمملكة المغربية سنة 1962، مما يعني أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس لم تكن له رغبات ذاتية في العرش، وإنما اختاره الله إليه، وهي الحقيقة التي أكدها الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله بقوله: ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا آسف أن يقول سلبي، أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه، لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. ولذلك أقول للقوم جميعا إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلامه بما جاء من الأحداث، فأنا أنصح كل من يجول برأسه
أن يكون حاكما أنصحه بأن لا تطلبه، بل يجب أن تطلب له، فإن رسول الله قال: من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. والأساس الثاني لإمارة المؤمنين هو البيعة الشرعية، لقوله تعالى في سورة الفتح الآية 10: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وثالث الأسس طاعة الأمير مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء الآية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد اختار المغاربة أن يطيعوا أميرهم ويبايعونه بطريقتين: الأولى نصية مكتوبة، فإن أصحاب السمو الأمراء وعلماء الأمة وكبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله، إذ يعبرون عن ألمهم بفقدان رمز الأمة سليل الملوك العلويين الكرام وواسطة عقد الأئمة العظماء الأعلام مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا يوسف بن مولانا الحسن، ويبتهلون إلى الله جلت قدرته وتجلت عظمته أن يسكنه فسيح الجنان ويحسن إليه أكبر الإحسان على إخلاصه وتضحيته وأدائه الأمانة على وجهها ووفائه بالرسالة بإكملها، يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه ووارث سره صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن، جعل الله أيامه أيام يمن وخير وبركة وسعادة على شعبه وبلده، وقع يديه الكريمتين آمال هذه الأمة الوفية المتمسكة بعرشه والمتفائلة بعهده، ملتزمين بما تقتضيه البيعة من الطاعة والولاء والإخلاص والوفاء في السر والعلانية والمنشط والمكره، طاعة لله عز وجل واقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله لأمير المؤمنين طول العمر ودوام النصر والتمكين والعز ودوام النصر والعز والتمكين. وحرر بالرباط في يوم الجمعة 9 شهر ربيع الثاني 1420 الموافق ل23 من يوليوز 999 و900 وألف. الله يبارك عمر سيدي. الله يبارك عمر سيدي. وبعد ذلك قام بتوقيع وثيقة البيعة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي هشام وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. بيعة لجلالة الملك سيدي محمد بن الحسن بن محمد نصره الله وأيده. والثانية احتفالية تتم سنويا بطريقتين: أولا بانحناءات ولاء علنية لأمير المؤمنين والدعاء بأن يبارك الله في عمره. السيد وزير الداخلية ولاة وعمال أقاليم المملكة، الله يبارك عمر سيدي، الله يعاونكم قال لكم سيدي، الله يصحكم قال لكم سيدي، الله يرضى عليكم قال لكم سيدي. وبالربط تركيبيا بين قوله وبصفتي أمير المؤمنين وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي
تؤثرها نصوص قرآنية قطعية. بهذه الانحناء نستطيع التأكيد أنها انحناءة لا هي مهينة للإنسان ولا هي ركوع أو سجود كما يعتقد البعض، لأن الركوع لا يصح شرعا إلا بشروط، أولها النية قبل الركوع، ثم الانحناء بعد القيام، ثم وضع راحة اليدين على الركبتين حتى يطمئن الظهر، ثم قراءة ما تيسر من القرآن إما سرا أو جهرا حسب أوقات الصلاة قبل الركوع، ثم ترديد كلمات حفظها المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاستقامة من الركوع، وأخيرا أن يشكل الصدر مع الرجلين زاوية 45 درجة. ويقترن الركوع دائما بالسجود، لأن الركوع وحده لا يفيد والسجود وحده لا يفيد، فلا بد أن يقترنان لتحقيق معنى الخضوع لله، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الحج الآية 77. وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، البقرة الآية 125. وهكذا نستطيع القول أن انحناءة ولاة وعمال المملكة أمام الملك سواء عند تنصيبهم أو خلال حفل الولاء تعتبر حناءة تقدير وإجلال لما حققه الملك لأمته من منجزات تنموية. أما الطريقة الثانية في الاحتفال فإنها تتم مساء يوم حفل الولاء بإلقاء خطاب ذكرى عيد العرش يعرض فيه الملك أمير المؤمنين أمام الله وأمام الأمة ما حققه في السنة الماضية وما سيقوم به في السنة المقبلة تفعيلا لمشروعه التنموي الذي التزم به بعد مبايعته سنة 1999. لكن ما معنى إمارة المؤمنين بالنسبة للملك محمد السادس؟ اقتداء بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وعلى غرار الخلفاء الراشدين ومن خلفهم في خلافة النبوة من الأمويين والعباسيين ومن أوكله الله حكم المغرب منذ الأشراف الأدارسة، حرص أمير المؤمنين على تثبيت عالمية إمارة المؤمنين والتذكير بمهامها الدولية في عدة مناسبات، منها قوله: Somos el garante del libre ejercicio de los cultos. En mi calidad de emir de los creyentes, no puedo hablar de la tierra del Islam como si en la misma solo vivieran musulmanes. لكن ما الذي دفعه لاستدعاء سفير السويد والتنديد بحرق القرآن؟ علاوة على الدستور هناك 3 مراجع شرعية، أولها قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 111: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا فيه رفعة لهذه الأمة إذ يمدحها الله تبارك وتعالى ويقول: أنتم خير أمة أخرجت للناس. وثانيها قوله عز وجل في سورة المائدة الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. خطاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا رسالة إلى من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه أنهم أيضا عليهم أن يبلغوه. وثالثها حديث شريف. نعم، حديث
أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث صحيح في مسلم. ولكن معنى هذا الحديث أن الذي يغير المنكر كما قال أهل العلم بيده هم الأمراء. الأمير ولي الأمر هو الذي يغير المنكر بيده، أو الأب في بيته، أو الأخ الكبير على إخوته، أو الزوج على زوجته. هؤلاء هم الذين يغيرون المنكر بأيديهم، وإلا صارت فوضى. فالقصد أن إنكار المنكر واجب على المسلم، لكن إن كان يستطيع ذلك ولا يترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة الواقعة بوجود هذا المنكر، هنا التغيير باليد، وإلا الأصل أن يغير الإنسان بلسانه أو بقلبه. وبناء على هذه النصوص الشرعية يمكن تكييف عملية حرق القرآن في السويد على أنها منكر، وأن استدعاء أمير المؤمنين لسفير السويد يندرج ضمن المهام الشرعية لإمارة المؤمنين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المغرب محور أساسي تقوم عليه الأمة المؤمنة التي أخرجها الله عز وجل للناس وخولها حق الدعوة لمنهج الله وتحقيق السلم والتعايش ونبذ الكراهية على المستوى الدولي. لكن ما دلالة استدعاء سفير السويد في الرباط؟ هناك رسالتان. الأولى مضمرة يذكر فيها الفاتيكان بضرورة الالتزام بما أكده أمير المؤمنين سنة 2019. Parce que nous sommes respectivement commandeurs des croyants et saints-pères, nous devons faire preuve d'idéalisme et de pragmatisme. Nous devons être réalistes et exemplaires. Nos messages sont aussi actuels qu'éternels. Ils invitent les peuples à embrasser les valeurs de modération, à réaliser les impératifs de co-connaissance et à appréhender la conscience de l'altérité. Ce faisant, nous délivrons, votre sainteté, une parole commune entre nous et vous. Cette parole n'est pas un accommodement étriqué et réducteur. Cette parole, nous la concevons, nous la vivons comme un message commun, un message que des musulmans, des chrétiens et des juifs adressent à l'humanité tout entière. C'est là ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui doit nous unir demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وهو ما جعل البابا فرانسيس يدين العملية. أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس رفضه وإدانته لحادثة إحراق المصحف في السويد، ومعربا عن غضبه واشمئزازه من هذه التصرفات. وشدد البابا فرانسيس في حوار صحفي على أن الحرية لا تعني الإساءة للآخر، لافتا إلى ضرورة عدم استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين. والثانية تتضمن معنيين، أولهما تأطير إرشادي يفيد أن ما يقوم به غير المسلمين في حق القرآن يعتبر اعتداء سافرا على الديانات عامة والديانات السامية خاصة، لا سيما الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد. لماذا؟ لأن القرآن كما يقول الداعية الإسلامي الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك هو العهد الأخير، وبالتالي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله أميرا للعالمين، أي للمشركين واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيين والصابئين وغيرهم، وأنه من صلب هؤلاء جميعا أخرجت الأمة التي جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، لأنه حتى حدود نزول أول آية من القرآن لم يكن في الجزيرة العربية ولا خارجها إسلام ولا مسلمون إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر الآية 12: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وهكذا فإن الاعتداء على القرآن الكريم يعد اعتداء على الكتاب المقدس، إذ كيف يسمح المسيحي لنفسه بالاعتداء على كتابه المقدس؟
العهد الجديد. وكيف يسمح اليهودي لنفسه أيضا بالاعتداء على كتابه المقدس العهد القديم؟ فالاعتداء على القرآن هو اعتداء على التوراة والإنجيل. وقد أكد هذه الحقيقة بشكل عرضي مسلم سوري اسمه أحمد علوش، رخصت له السلطات السويدية بحرق الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد أمام سفارة إسرائيل في السويد. وحين اجتمع الناس وهيئوا كاميراتهم لالتقاط صور لشاب مسلم يحرق التوراة والإنجيل، رفض الشاب حرق الكتاب المقدس لأن حرقه يعتبر حرقا للقرآن. لماذا؟ لأن القرآن كما يقول ابن كثير في تفسيره للآية 48 من سورة المائدة أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وهذا معناه أن الله عز وجل ختم بالقرآن كتبه السابقة فجمع فيه التوراة والإنجيل منقحين، ثم أنزله للمرة الثالثة والأخيرة مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل وغيرهم من الأمم رأفة بالجميع. وبتحليل التراخيص التي تمنحها السويد لحرق القرآن والكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، يتضح جليا أن الغرب يواصل تحريضه على كراهية الساميين الأقحاح لا سيما اليهود والمسلمين، لأنه يرى أن وحدة بني إسرائيل وبني إسماعيل خطر عليه، ولهذا تراه يدعو للتطبيع مع إسرائيل ظاهريا ويحول دون تحقيق هذا التطبيع بكل الوسائل في الكواليس. أما المعنى الثاني فهو تربوي مفاده أن كل مؤمن مسلم كان أو مسيحي أو يهودي أو بوذي إلى آخره عليه الاقتداء قدر المستطاع بطريقة أمير المؤمنين الملك محمد السادس في حواره مع غير المسلمين وتأطيره لهم، لأن إيمان الإنسان بالله راهن بالعمل أي بالفعل، والفعل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، خاصة داخل البيوت وفي علاقة المسلمين ببعضهم البعض من جهة، وفي علاقتهم بغير المسلمين من جهة ثانية. ففي وطننا المغرب مثلا، حيث توسع مجال الحريات العامة وتطور أيضا مفهوم النظام العام، أصبح التعامل مع ممارسات الحريات العامة في الفضاء العمومي طبقا لروح العصر يتطلب التعاون بين دولة دينها الإسلام ومجتمع تعددي، والتعاون يتطلب التوفيق من جهة بين قول الملك وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله. وقوله في حضور البابا فرانسيس من جهة ثانية: Somos el garante del libre ejercicio de los cultos. En mi calidad de emir de los creyentes, no puedo hablar de la tierra del Islam como si en la misma solo vivieran musulmanes. ومما يجب التنبيه إليه في استقبال الملك لقداسة البابا فرانسيس سنة 2019 هو أن أمير المؤمنين خاطب الحبر الأعظم ب4 لغات: العربية والإسبانية والإنجليزية ثم الفرنسية، مما يعني أن رسالة أمير المؤمنين موجهة إلى سكان العالم في كل القارات بما فيها روسيا والصين والهند. وبما أن الدين عند الله الإسلام، وأن القرآن متمم للتوراة والإنجيل وخاتمها، فإن المطلوب من المؤمنين طبقا لما قاله أميرهم الملك محمد السادس هو الدعوة لله وتبليغ رسالاته بالحوار المبني على الإقناع بالحجة والدليل.
لماذا؟ لأنه إلى جانب أمير المؤمنين فإن المسلمين معنيون جميعهم بقوله تعالى في سورة الغاشية الآيتان 21 و 22: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبقوله تعالى في سورة المائدة الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وبما أن الله لا يهدي القوم الكافرين فلا داعي إذن لاستعمال العنف بمختلف أشكاله ضدهم، وقد نهى أمير المؤمنين عن ذلك بقوله: من شروط صحة الجهاد أيضا أن الدعوة إليه يمن اختصاص إمارة المؤمنين ولا يمكن أن تصدر عن أي فرد أو جماعة. ونختتم هذا الفيديو باستنتاجين: أولهما أن الملك محمد السادس ليس أميرا للمؤمنين المغاربة فقط، بل أميرا لجميع المؤمنين في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، أي أنها إمارة عالمية. وثانيهما أن الملك أمير المؤمنين حين يخاطب دول العالم شعوبا وحكومات فإنه لا يكلمهم في أمور دنياهم اقتداء بقول جده المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم، وإنما يخاطبهم في أمور الدين تنفيذا لقوله تعالى: يا أيها النبي بلغ، وهو أمر رباني صريح يبلغه أمير المؤمنين حرفيا كلما تطلب الأمر ذلك، وذلك عبر الحوارات المباشرة وغير المباشرة، كما فعل حين قال مخاطبا شباب العالم: of radicalization and of stepping into violence. What all terrorists have in common is not religion, but rather ignorance of religion. Today, religion should no longer be an alibi for ignorant people, for ignorance or for intolerance. That is because religion is light, religion is knowledge, religion is wisdom, and because religion is peace. It calls for diverting the energy spent on weapons and other misguided races towards loftier pursuits. أو بتأطير فئات كبيرة من شباب العالم في معهد محمد السادس لتكوين المرشدين والمرشدات، أو بطبع المصحف وتوزيعه سنويا بشكل مجاني في أوروبا وأفريقيا مثلا، أو عبر ندوات دولية للتكوين المستمر للعلماء والعالمات كالتي نظمتها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أيام 8-11 يوليوز 2023 حول ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الأفريقي، وشارك فيها 350 عالما وعالمة يمثلون هيئات الإفتاء والمجالس العلمية العليا في 72 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. هذه إذن وبشكل موجز هي عالمية إمارة المؤمنين بمقتضى الكتاب والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.